لما المدرب عرف اخركوا ايه، المدرب نفسه مدرب بيراميدز عارف اخركوا ايه، كل شويه يطلع يروح شاتم الحكم، يروح الاتحاد المصري لا 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 انت بتشتمه، طب خد بقى ايقاف مباراتين $100 وغرامه $100. مدرب مرتبه $250,000 بتخصم منه $100. والله قسما بالله دي حاجه مش طبيعيه. لما يكون مدرب كل 3 مباريات يعدي 4 مباريات يروح رايح شاتم الحكم، يروح الحكم مديله ايه طرد، يروح واخد ايقاف وغرامه، حلاوه. يجي بعد كده 3 مباريات 4 مباريات يعدوا، يروح المدرب يروح شاتم الحكم. مدرب بيراميدز بيشتم كل شويه الحكام ويغلط فيهم، يروح الاتحاد المصري عامل له ايقاف مرتين وغرامه $100. $100 دول ب 5000 جنيه. يا نهار ازرق. يعني مدرب انتوا هتجلطونا. مدرب بياخد $250,000 وكل شويه تروح تقول له انت مخصوم منك $100. يا عم انت هتهزر معايا، يا عم انت بتهزروا، يا عم المدرب كل شويه يشتم في الحكام، يا عم ده قسما بالله من كترهم ما بقتش اعرف اعدهم، من كترهم انا ما بقتش اعرف اعدهم. المدرب كل 3 4 مباريات يروح رايح شاتم الحكم، يروح الاتحاد المصري يروح عامل له ايقاف مرتين وغرامه $100. $100 بما يعادل 5000 جنيه. ايه ده؟ ايه القصة الحزينة اللي احنا ماشيين فيها دي؟ انا مش فاهم، انا مش عارف اي حاجة مع الاتحاد المصري ومع الحكام ومع المدرب ده بالذات. انا بقيت احس ان هو ماسك علينا زلة، يعني انا بقيت احس ان هو ماسك علينا زلة. كل شوية 3 4 مباريات يعدوا يروح رايح شاتم الحكم، يروح حكم يروح طرده، يروح الاتحاد المصري عامل له ايقاف مرتين ويعمل له غرامة $100. $100 والله حلوة قوي $100 دي قسما بالله. طيب المدرب من 5 شهور اتطرد قصاد الاسماعيلي واتعمل له ايقاف وغرامه. في 2025 من شهر 3 في مباراه الجونه خد ايقاف وغرامه. في شهر 11 2025 قصاد سيراميكا اتطرد وخد ايقاف وخد غرامه. في شهر 10 اللي فات في مباراه الجيش الرواندي اتطرد وخد ايقاف وخد غرامه. في مباراه بتروجيت اللي فاتت ديت اتطرد وخد ايقاف وخد غرامه. طب ليه بقى؟ طب احنا هنفضل في الحياه دي ليه؟